بعد كده عندي استخدام الفيوتشر كونتينيوس. كده احنا خلصنا ايه الفيوتشر فورمز كلها، اللي هو البريزنت سامبل تايم تيبلز، والبريزنت كونتينيوس مع الترتيبات، وجوينج تو مع الخطط او التنبؤ بدليل، وي ويل مع الحقائق المستقبليه، والسبع حاجات اللي احنا قلناهم دول. معايا دلوقتي بقى الفيوتشر كونتينيوس او المستقبل المستمر. تمام كده. هنا بيقول لي complete the sentences، كمل الجمل. هنا بيقول لي at 5 tomorrow، الساعه 5 بكره. انا هنا بتكلم عن بكره ولا وقت معين في بكره؟ وقت معين في الفيوتشر. فقال لي يعني الساعه 5 بكره انا هكون بعمل كذا. ده هو الفيوتشر كونتينيوس. فبقول هنا at 5 tomorrow I هبقى، يبقى will، بعمل be doing. I'll be doing my homework. يبقى المستقبل المستمر ده بيتكون من will be والفيرب ing. بيعبر عن ايه؟ حاجة هتكون مستمرة في المستقبل في وقت معين. تمام كده؟ طيب معناها هكون بعمل كذا. طيب عايز اسأل سؤال، ask a question بقى. يبقى what ايه؟ يبقى what. جميل، سامع حد بيقول لي مستر هعمل مقص. يبقى what will you be doing؟ what will you be doing at 5 tomorrow؟ تمام كده. طبعا الفيوتشر كونتينيوس ملهوش باسيف، مفيش شكل ليه للباسيف او المبني المجهول. طيب قال لي برضو مثال تاني from 4 to 7 next week my brother his flat green. المفروض هنا في ان زياده يعني. يبقى my brother will be painting his flat green. بيسأل سؤال when، يبقى اعمل برضو cross او بعمل مقص. يبقى when will your brother be painting his flat green؟ يبقى كده الفورم بتاعي subject will او want be verb ing اثبات ونفي طبعا. الكويستشن بعمل مقص WH question بتاعتي، بعد كده subject will، بعد كده subject be verb ing. طيب جميل قوي. ايه بقى الكي ووردز او الكلمات الداله اللي بتدل على الفيوتشر كونتينيوس؟ قال لي اول حاجه at وقت معين في المستقبل at 5 tomorrow، from 5 to 6 tomorrow يبقى from to بس في الفيوتشر، between and اقول لك مثلا between 7 and 9 مثلا next week، this time next كذا، this time next year، this time next week، this time next month، وهكذا. all day tomorrow، all day tomorrow طول اليوم بكره هبقى بعمل كذا. او كلمه in وراها التايم بتاعك، الوقت يعني انت بتتكلم عنه او المده، وبعديها كلمه تايم. بس تركز معايا ان انت العباره اللي هتقولها في النص دي سواء بقى year week month او day ايا كان، يا اما هتحط لها apostrophe s او s apostrophe. ايه الفرق؟ خلي بالك apostrophe s او s apostrophe. اشمعنى؟ قال لك لو هي singular يبقى apostrophe s، لو هي plural يبقى s apostrophe. يعني لو هي مفرد يبقى تحط apostrophe فاصله عليا كده بعد كده اس. اما لو كانت جمع اخرها اس هتحط الاس دي بعدها هي apostrophe. تمام كده. فبقول in a year's time، in a year's time او in 3 years time. خلي بالك ان a year حطيت لها apostrophe اس، اما in 3 years time يعني في خلال او بمرور 3 سنين او سنه وكده. فبيقول هنا this time next Monday I'll be working. في الوقت ده الاثنين الجاي هبقى بشتغل. she will be cleaning all day tomorrow، طول اليوم بكره. طيب امتى بقى بستخدم الفيوتشر كونتينيوس؟ اليوسج بتاعي بيبقى امتى؟ قال لي اول حاجه احنا قلناها اكشن هيكون in progress في الفيوتشر، حاجه هتكون مستمره في وقت معين في المستقبل. تمام. don't call me at 3 tomorrow I'll be revising. ما تكلمنيش بكره الساعه 3 انا هبقى براجع، هكون براجع I'll be revising at 3 tomorrow. طيب او بستخدمه علشان اعبر عن حاجه روتينيه. I play golf every day، انا بلعب جولف كل يوم، عشان كده بكره او يوم الجمعه هبقى بلعب جولف زي كل يوم. يبقى so I'll be playing golf on Friday as usual. يبقى حاجه روتينيه انا بقول هي هتكون بتحصل في وقت معين في المستقبل لان هي طبيعيه بتحصل اصلا. We have a session every Thursday، عندنا يعني درس كل يوم خميس. يبقى next Thursday we will be having a session as usual. يبقى هي روتينية. يبقى في يوم الخميس الجاي هبقى برضو بعمل نفس الكلام. مثلا انا بركب الباص وبقعد جنب مستر فلان، يبقى بكرة I'll be sitting next مستر فلان، علشان هو دايما بيقعد جنبي في الباص مثلا يعني. طيب قال لي برضو بستخدم الفيوتشر كونتينيوس علشان اعبر عن حاجه انا بعتقد ان هي تكون شائعه في الفيوتشر. يعني ايه؟ هنا مثلا بيقول I think students will be using tablets more. انت بتقول ان الاستخدام التابلتس ده هيكون شائع
في المستقبل هيبقى اكتر. I think more people will be driving electric cars مثلا. يبقى انت بتعتقد ان استخدام الالكتريك كارز ده هيكون اكتر في المستقبل. تمام. او بستخدم الفيوتشر كونتينيوس علشان اعبر عن الطلب المهذب اللي هو البولايت ريكوست. اقول له لو سمحت انت هتبقى بتستخدم التابلت بتاعك، هتبقى بتستخدم التليفون، اقول له will you be using your phone, will you be using your tablet because I need it. يبقى will you be doing كذا، بتستأذن منه هل هتكون بتعمل كذا. فلو قال لك لا هتقول له مثلا استخدم الموبايل بتاعك او حاجه. طيب بعد كده ممكن استخدمه مع الروابط الزمنيه علشان اعبر عن الاستمرار في الفيوتشر. فبقول while you are out، وانت بره I will be studying، وهنا بقى على حسب المعنى، وانت بره انا هبقى بذاكر. طيب جميل قوي. قال لي خلي بالك ممكن استخدم الفيوتشر كونتينيوس ده مع الترتيبات بدل المضارع المستمر. فانت بتقول I arranged صح؟ الاصل ان انت تستخدم البريزنت كونتينيوس صح ولا لا؟ فبتقول I arranged I'm flying to London next week. ولكن لو انت ما لقيتش البريزنت كونتينيوس ممكن تستخدم مكانه الفيوتشر كونتينيوس. فبتقول I arranged I'll be flying to London next week. I will be flying to London next week. مكانها يعني بديل ليها. طيب خليك معايا. ممكن استخدم may مكان will لو انت مش متأكد. فبتقول many people may be living underwater. I'm not sure. انا مش متأكد من ده. فطالما انت not sure مش هتحط will ولكن هتحط may. طيب جميل قوي. نحل بقى شوية أسئلة. طبعا ممكن تبوز الفيديو هنا، توقف الفيديو يعني وتحل أسئلة وتتشيك معايا. طبعا افكرك تاني تعمل لايك وكومنت وشير. اول مثال بيقول why don't you ask احمد for help. I'm sure that you متأكد ان هو هيساعدك. تنبؤ بدون دليل. يبقى I'm sure that he will help you. Oh, you will recognize him. He a brown leather jacket and a red scarf. انت هتتعرف عليه، هو هيبقى لابس كذا. هيكون بيعمل كذا. يبقى he will be wearing. الجملة اللي جاية بيقول she buys too many things. She all her money long before her next pay. طبعا الحتة دي اللي احنا لسه هناخدها قدام شوية اللي هو الفيوتشر بيرفكت اللي هي هتكون صرفت يبقى will have spent. The train from Aswan at Giza station at 12:30. يبقى the train from Aswan arrives عشان ده جدول زمني. We dinner at a seaside restaurant next Sunday. قال لك يا مستر المفروض ده يعني المفروض ده احنا محددين ميعاده يبقى ترتيب. المفروض هنا يكون are having. قال لي ايوه بس احنا قلنا لو ما لقيناش are having ممكن استخدم going to لو هي موجوده، وكان طبعا ينفع استخدم الفيوتشر continuous. فالاجابه هنا هتبقى are going to have. زمن الفيوتشر بيرفكت او المستقبل التام. كمل معايا السنتنسز دي. by tomorrow I my homework. by tomorrow I my homework. واحد يقول لي مستر tomorrow بتعبر عن المستقبل يعني بكره. ايه بقى كلمه by؟ اقول له ان كلمه by دي معناها قبل بكره يعني قبل المستقبل. يبقى ده future perfect. هكمل بقى السنتنس ازاي؟ قال لي في الفيوتشر بيرفكت انت عندك هيبقى اكيد في حاجه بتدل على الفيوتشر اللي هي will، ولو بتتكلم عن حاجه تامه يبقى لازم يكون عندي تصريف ثالث. فالفورم هيبقى كده I will have done. I will have done my homework. هكون عملت. يبقى الفيوتشر بيرفكت بيتكلم عن حاجة هتحصل قبل المستقبل ويكون معناها هكون عملت كذا. طيب السنتنس الثانية بتقول by next weekend she her assignment it will take her forever to finish. يعني هياخد منها وقت كبير جدا عشان تخلصه. يبقى قبل نهاية الأسبوع هتكون خلصت ولا مش هتكون خلصت؟ مش هتكون خلصت. يبقى كده أنا عايز السنتنس في النيجاتيف أو النفي. هتبقى إزاي؟ نفي will هتبقى won't have completed. By next weekend she won't have completed her assignment. It will take her forever to finish. مش هتكون خلصت. طيب هنا بيسأل سؤال وبيقول by 2040 what، وعايز أقول هتكون عملت إيه؟ يبقى what إيه؟ What جميل. Will you have done. What will you have done؟ هتكون عملت إيه قبل 2040. By next year عايز يحول الجملة دي للباسيف أو الجملة عايزة تكملتها باسيف. A new school by the government. طبعا المفروض نقول لو احنا اللي هنبني المدرسة يبقى will have built، لكن هنا مبني المجهول فهتبقى
تمام. will have been built، المدرسة هتكون اتبنت. will have been built by the government by next year. جميل جدا. يبقى الفيوتشر بيرفكت بيتكون من will وهاف والباست participle. تمام. والنيجاتيف want have والباست participle برضو. اما في الكويستشن بخلي will قبل السبجكت، بعد كده بحط الباست participle برضو have والباست participle. وفي الباسيف ببدأ بالاوبجكت او المفعول will have been، بعد كده الباست participle. تمام. طيب بعد كده بيقول لي تشيك برضو ان انت فهمت الفورم ده، وبيقول لي كمل السنتنس. he a new house by next year. he، جميل. he will have built هيكون بنى. خلي بالك من معنى الجملة. طب بيقول he a new house by next year he is extremely poor. تمام. يبقى هو مش هيبنيه، فانا كده بنفي الجملة. يبقى he won't have built. بعد كده what by next year، عايزين نسأل سؤال. يبقى what will he have done. what will he have done. خلي بالك من تركيبة السؤال، ان will subject بعد كده have والتصريف الثالث. بعد كده في الباسيف a new house by him next year. a new house will have been built هيكون اتبنى. خلي بالك ان المعنى هيكون حصل كذا قبل الوقت ده في المستقبل. طيب بعد كده بيقول لي الكي ووردز او الكلمات الداله. قال لي الكلمات دي ممكن استخدمها مع الفيوتشر بيرفكت باي او بيفور، وقت في المستقبل. يعني مثلا باي 2040 2040 يعني قبل 2040، before 2040، till او until. by the time يعني قبل او بحلول. وعندي in a year's time او in 2 years time او in 3 years time. وخلي بالك من مكان الابوستروفي والاس لو كان مفرد ولو كان جمع. بعد كده بيقول this time tomorrow او next Monday او next week او by then. كل الكلام ده ممكن يجي مع الفيوتشر بيرفكت، بس اهم حاجه زي ما هنقول قدام ان الميننج يكون معناه هكون عملت كذا، او الفعل هيكون منتهي قبل وقت معين في المستقبل. طيب بيقول نوتس على الكي ووردز. بيقول هنا في التعبير بتاع in a year's time معناها في خلال سنة. وخلي بالك ان year كلمة singular او مفرد. تمام كده. فهنحط apostrophe s، يعني الابوستروفي هتبقى قبل الاس عشان هي مفرد. اما لو قلت 3 years 2 years time هتبقى الاس وبعدها الابوستروفي. يبقى لو كان سنة او شهر او يوم هيبقى apostrophe اس. اما لو كان جمع سنتين 3 سنين شهرين 4 شهور هتبقى الاس وبعديها الابوستروفي. تمام. يبقى لاحظ مكان الابوستروفي مع المفرد والجمع لان ده ممكن يكون موضع سؤال. بعد كده بيقول لو انت بتربط الجمل، الزمن او التنس اللي هيجي بعد كلمه by the time او before او when او till until هيكون دايما present simple او present perfect. يعني ايه الكلام ده؟ انت عايز تقول قبل ما هي تيجي انا هكون حضرت الايه؟ الغداء. فبتقول by the time she arrives او by the time she has arrived. يبقى اما present simple arrives او present perfect اللي هو has arrived. تمام. والناحيه الثانيه طبعا الفيوتشر، والفيوتشر بيرفكت هنا معناه ان انا هكون خلصت كذا قبل ما هي تيجي. تمام. طيب الجمله الثانيه بيقول when you finish او you have finished I will have reached the station. لما تكون انت خلصت، لما انت تخلص انا هكون وصلت للايه؟ للمحطه. طبعا ممكن اقول finish او have finished بعد كلمه when. والناحيه الثانيه future perfect لو معناه هكون عملت كذا. تمام كده. طيب يبقى by the time او when او before او till او until وراها subject present simple او perfect. بعد كده subject will have past participle طبعا في حالة ان المينينج هنا هكون عملت كذا قبل ما ده يحصل يعني. بعد كده برضه بيقول لي notes على الكي ووردز. بيقول هنا خلي بالك ان المعنى في الفيوتشر بيرفكت المعنى لازم يكون معناه هكون خلصت كذا هكون عملت كذا علشان استخدم المستقبل التام. يعني نلاحظ الجملتين دول. بيقول by next year I will have done my postgraduate studies. يعني قبل السنة الجاية هكون خلصت دراستي اللي هي البوست جراديويت الدراسات العليا مثلا. I will be waiting for the results. هكون خلصت ومستني النتيجة. فهنا will have done لأن المينينج هيبقى هكون خلصت كذا. لكن الجملة اللي بعدها بيقول by next month I will still be doing my postgraduate studies. I will need to do more work. يعني هكون لسه بعمل كذا محتاج ان انا اعمل شغل اكتر. يبقى هنا هيبقى future continuous مش هيبقى future perfect علشان المينينج معناه ان انا هكون لسه بعمل كذا لكن مش معناه ان انا خلصت. يبقى لازم المينينج يكون معناه هكون عملت كذا هكون انهيت كذا علشان اقدر استخدم التركيبه اللي بتاعت will have والتصريف الثالث.
امتى بقى استخدم الفيوتشر بيرفكت او المستقبل التام؟ وتقريبا احنا اتكلمنا واحنا بنقول امثله ان انا بستخدمه علشان اعبر عن فعل هيكون منتهي قبل وقت معين في الفيوتشر او المستقبل، فعل سيتم قبل وقت معين في المستقبل، وغالبا مع الكلمات اللي انا قلتها يعني by, before, by the time, until, in 3 years time. تمام. فالمثال بيقول by next year، قبل السنه الجايه I will have moved to a new house، هكون نقلت البيت جديد. يبقى الفعل ده هيكون تم قبل ما السنة الجاية تيجي، هيكون حصل كذا. تمام. مثلا I won't have finished my work until 9 o'clock، يعني لحد 9 النهاردة أنا مش هكون خلصت شغلي. تمام. By the time you arrive I will have completed the paperwork، لما تكون أنت وصلت أنا هكون خلصت الورق بتاعي أو الشغل بتاعي. طبعا خلي بالك ان by the time او before الروابط دي بيجي ورا present simple او perfect. بيقول in 5 years time she will have graduated from college، يعني هتكون اتخرجت من الجامعة في خلال 5 سنين. وزي ما احنا قلنا لاحظ ان المعنى لازم يدل على انتهاء، هكون عملت كذا. طيب قال لي خلي بالك برضو ان انا مش معنى ان انا عندي كلمه داله ان انا لازم استخدم المستقبل التام، اهم حاجه المعنى. يعني ايه؟ يعني في المثالين دول انا عندي كلمات بتدل على الفيوتشر بيرفكت ولكن انا استخدمت فيوتشر عادي. يعني مثلا بيقول by 2040 most drivers will use solar energy in their cars، يعني بحلول سنه 2040 معظم السواقين هيستخدموا، مش هيكونوا استخدموا. يعني كده الفعل ده هيكون سائد موجود مش هيكون خلصان. In 10 years time robots will do everything، يعني في خلال 10 سنين الروبوتات هتعمل كل حاجة، مش معناها هتكون عملت كل حاجة. فوانا بحل حاجة زي كده او انا بختار لازم اخلي بالي من الميننج ان هو يكون هكون خلصت كذا او هكون عملت كذا. بعد كده بيقول لي تشيك بقى الاندرستاندنج بتاعك، هل هتقدر تحل الكلام ده ولا لا. بيقول The guests are coming at 8 p.m. الضيوف جايين الساعة 8. I will space cooking by then، وكلمة by then من الكلمات الدالة على الفيوتشر بيرفكت. فبيقول هكون خلصت طبخ قبل كده، قبل ما هم يجوا. هل هتبقى معناها will finish ولا will be finished ولا will have finished؟ أكيد طبعا هتبقى will have finished، هكون خلصت قبل ما هم يجوا. On the 9th of October we will space for 50 years، يعني لما يجي يوم 9 أكتوبر ده هنكون متجوزين بقالنا 50 سنة. for 50 years لما يجي السنة دي، تمام كده، أو لما يجي التاريخ ده يبقى هتبقى إيه؟ will be married ولا will marry ولا will have been married؟ طبعا معنى الجملة بيقول إن أنا في اليوم ده هكون بقالي متجوز 50 سنة، يبقى will have been married. بعد كده بيقول question، طبعا سؤال، have gone to bed when I get back، هتكون نمت لما انا اجي، تبقى you will ولا will you؟ طبعا ده سؤال المفروض تكون will you. بعد كده بيقول I owe the reports by next week I will have more to do. يعني واحد يقول لي يا مستر المفروض تكون will have written، اقول له لا اكمل الجمله لان الجمله معناها ان انا مش هكون خلصت، يبقى لازم الجمله تكون منفيه عشان بيقول I'll have more to do، هعمل شغل تاني، فانا كده هتبقى won't have written all the reports، هيبقى محتاج ان انا اكمل شغل. by the time we، هل تبقى arrived ولا arrive ولا had arrived؟ the kids will have gone to bed. طبعا الجمله future فلازم بعد الرابط يكون عندي present perfect او present simple، وما عنديش هنا present perfect بس في present simple اللي هو arrive فنختاره هو. بعد كده I'll have space in an hour and then we can catch a film. I'll have، تمام، I'll have finished. واحد يقول لي يا مستر طب ليه مش been finished؟ هقول له علشان دي مش مبني المجهول، انا اللي هكون خلصت مش انا اللي اتخلصت. بعد كده in 3 space time I'll have graduated from university. 3 طبعا جمع. واحد يقول لي يا مستر خلاص اختار الاجابه الثانيه، اقول له ما تنفعش عشان هنا عايزين apostrophe بعد الاس، يبقى الاجابه المفروض تكون in 3 years الاخيره in 3 years time اللي هي اس بعد كده apostrophe. طبعا لو كان في عندك سنه واحده هتبقى years اللي هي نمبر 3 علشان هي مفرده فالapostrophe بعد كده الاس. بعد كده بيقول لي نوت او لاحظ ان انا في اليوسج او الاستخدام ممكن استخدم الافعال دي مكان will. يعني ايه؟ قال لي لما تيجي تقول لي يا مستر I will have done كذا، هكون عملت كذا، انت يعتبر بتاكد. لكن في معاني تانية انا ممكن ابقى عايز اقولها للي قدامي. مثلا زي ايه؟ اقول له انا اتوقع اكون خلصت، اتمنى اكون خلصت، انا عاوز اكون خلصت.
اوعدك اني اكون خلصت. فالافعال دي كلها ممكن احطها مكان will، بس بشرط هيكون وراها to have والpast participle، لازم يجي معاها to. الافعال دي زي ايه؟ كلمه hope يامل، want يريد، expect يتوقع، predict يتنبأ، promise يوعد. وراها to have والpast participle. زي مثلا لما اقول I expect to have finished my work by next week. اتوقع ان انا اكون خلصت شغلي قبل الاسبوع الجاي. انت كده مش بتقولي will، انت بتقولها expect to. انا اتوقع والله على حسب بقى. تمام. مثلا ممكن تقول I expect to have written 3 reports by next week. تمام كده الجمله بتقول اتوقع ان انا اكون كتبت كذا. ممكن تخلي الجمله دي مبنيه المجهول وتقول I expect 3 reports to have been written by next week. يعني ان انا اتوقع ان الثلاث ريبورتات دول يكونوا اتكتبوا. انا اتوقع I expect 3 reports to have been written by next week. او تقولها 3 reports are expected، يتوقع ان الثلاث ريبورتات دول to have been written by next week. تمام. يبقى اهم حاجه يكون عندي have والتصريف الثالث to have والتصريف الثالث بعد الافعال ديت، سواء في صيغه المبني المعلوم او المبني للمجهول. بعد كده بيقول لي تشيك معايا I space the cooking by the time you arrive home. Then you can have your lunch at once. يبقى will have done. will have done هكون خلصت فانت هتاكل معايا على طول. All Egyptian schools e-learning by 2003. هتكون كل المدارس طبقت ال e-learning by 2030. بعد كده by the time you get home the house from top to bottom. لما توصل البيت أنا هكون نظفت البيت كله. يبقى will have cleaned. Nancy to a new apartment by this time next year. تمام. by next year يعني قبل السنة الجاية تبقى will have moved، هتكون نقلت. They a new high-tech hospital by the end of next year. يبقى will have opened، هتكون أو هيكونوا فتحوا hospital جديدة قبل السنة الجاية. Whatever happens in the future in 10 years، في خلال 10 سنين we up on driving our new our own vehicles. يبقى want have given up on، مش هنكون استغنينا عن قيادة العربيات بتاعتنا. Number 7 the writer's new story will space by the time the book fair starts. يبقى will have been printed، هتكون اتطبعت قبل ما البوك فير يبدأ يعني. Why don't you ask Ahmed for help? I'm sure that he تمام will help. يعني sure دي معناها تنبؤ بدون دليل، أنا متأكد بس إن هو هيساعدك. Oh you will recognize him. He a brown leather jacket and a red scarf. أنت هتتعرف عليه هيبقى لابس كذا. يبقى will be wearing، هيكون لابس بدلة كذا، فأنت هتتعرف عليه أول ما تشوفه. She buys too many things. She all her money long before her next party. هي اشترت حاجات كتير قوي، بتشتري حاجات كتير قوي، هتكون خلصت اللي معاها. يبقى will have spent. The train from Aswan at Giza station at 12:30. طبعا ده جدول زمني يبقى arrives. We dinner at a seaside restaurant next Sunday. تبقى we are going to have، هنتغدى بره. بعد كده بيقول علا the washing by 6 o'clock so we can go out for dinner. هتكون خلصت قبل الساعة 6. يبقى will have finished. I expect that Egypt much progress in the coming years. أتوقع أن مصر هتكون عملت كذا في السنين اللي جاية. ده تنبؤ بدون دليل تبقى will achieve. I him a gift أو a lift until I have had my car repaired. يعني مش هديله توصيلة إلا لما أعمل كذا. يبقى I won't be able to، لازم تكون الجملة منفية في الفيوتشر عشان عندي until. Don't wait for me for dinner. I my brother with his research. ما تستنانيش، أنا غالبا هبقى بساعد أخويا. يبقى I may be helping، ممكن أكون أساعد أخويا. طب ليه مش هتنفع أي حاجة تانية؟ قال لي إيه passive فمش هتنفع. may have helped، ما لو كنت هخلص مساعدته يبقى أنا كده هبقى فاضي، فأنا مش هبقى فاضي. want help أنا مش هساعده برضه، مش لايقة على معنى الجملة. لكن الإجابة الوحيدة اللي تنفع may be helping، ما تستنانيش علشان أنا ممكن أكون مشغول مع أخويا. I expect the bridge by next October.
I expect the bridge المفروض الجملة تبقى passive، مش هتنفع دي will have built، المفروض will have been built. لكن احنا عارفين ان كلمة expect ممكن يجي وراها to have والتصريف الثالث، فالإجابة هتبقى to have been built. By the time he gets home she the entire house، لما يوصل هو هتكون هي خلصت تنظيف البيت، يبقى will have cleaned. ربنا معاكم ان شاء الله. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب وشير ولايك وكومنت على الفيديو، لان كل ده بيدعمنا.